السلام عليكم. قناة النماء النهاردة بتقدم لكم وبتعرض عليكم أرض زراعية. الأرض دي متفرعة من الطريق الصحراوي في طريق العلمين، عبارة عن 27 فدان أرض زراعية. الأرض دي أرض فضاء، ممكن تزرع فيها اللي أنت عايزه. عايز تزرع فيها أشجار، عايز تزرع فيها محاصيل حقلية، براحتك. بالنسبة للأرض دي هي لها ملف تقنين، ملف تقنين ولسه ما اتدفعش فيه حاجة. تمام، لكن تقنينه على طول، يعني اللي عايز يقنن بيقنن. طبعا بالنسبة للأرض دي طبيعتها تسمح بزراعات كتيرة. ممكن تزرع فيها برسيم، ممكن تزرع فيها خضار، ممكن تزرع فيها طماطم زي ما انت عايز. بالنسبة للمحاصيل كوسة، بدنجان، فلفل، فول، كل ده متاح. تمام. وبالنسبة للأشجار بيتزرع فيها كل حاجة ما عدا المانجا والموالح، ما بتصحش في الأرض دي. ودي معلومة مهمة جدا، عشان في ناس كتيرة بتكلف نفسها فعلا. يعني فعلا في ناس أنا أعرفها في النوبارية. الناس دي زرعت مانجا، والمانجا زراعتها مكلفة، وبعد كده لقت الأرض مش بتاعت مانجا، والشجر باظ وانتهى الموضوع وخسرت. فالأرض دي مش بتاعت مانجا ولا بتاعت برتقال، هي الأرض دي تزرع خوخ، تزرع برقوق، تزرع رمان، تزرع زيتون، تزرع عنب، تزرع يعني جوافة، كل ده يتزرع هناك. وهي طبعا التربة بتاعتها ممتازة، وإن شاء الله يعني الأرض تعجبكم، وتعتبر قريبة، وتعتبر يعني في جنب العمار. طبعا احنا بنتمنى إن الأرض تعجبكم، ورجاء الاشتراك في القناة، ونعمل إعجاب بالفيديو، وندوس على زر التنبيه عشان تقدر قناة النماء توصل لكم كل جديد. لمزيد من التفاصيل رجاء التواصل على رقم 0120 180 8594. شكرا.